هتعمليه بقى في الخلاط وبنُص كيلو من الدقيق بس، ومقادير موجودة في البيت، لمّا عملته قبل كده معاكم بالزبدة وقلتوا لي إحنا عايزينه بالسمنة، وفي الحقيقة بقى لمّا جرّبته ما تخيّلتش إن هو يطلع ناعم وبالحلاوة دي. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، ويالّا نسمّي ونصلّي على رسول الله. أول حاجة كده أنا معايا 350 جرام من السمنة، لو عايرناهم بالكوب هيعملوا معاكِ كوباية وتِلت، تمام كده. بنبتدي إن إحنا نسيّحهم بس بندفّيهم على النار، اللي هو ما يسخنوش معاكِ، لأ أنا عايزاهم بس يدفوا ويسيحوا شوية. باحط هنا كوباية إلا ربع من السكر، لازم السكر معاكِ يكون بودر بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، علشان البوتفور بتاعِك ما يفرش معاكِ في الفرن. هاحط بقى السمنة والسكر في الخلاط، وهاجيب هنا بيضاية كاملة وصفار بيضة، عليهم فانيليا، يبقى أنا حطيت إيه، بيضة كاملة وصفار بيضة، تمام كده، علشان يطلع معاكِ ناعم. بابتدي بقى إن أنا أحط عليهم الفانيليا واخلط الكلام ده كله مع بعضه في الخلاط كويس جدًا، وطبعًا هنا السكر بتاعنا أصلًا اللي هو مطحون كويس، فمش هياخد وقت معاكِ في الضرب. بعد كده بقى باجيب هنا نُص كيلو من الدقيق، باشيل منه معلقة كبيرة هرمية كده، واحط مكانها معلقة مليانة من الكاستر. بصراحة بتدّي معاكِ لون وطعم وقرمشة بسيطة كده ونعومة بتخلّي البوتفور بتاعِك يطلع ممتاز. حابة تستبدلي الكاستر بمعلقة كبيرة من النشا ما فيش مشكلة. باحط بقى كل المقادير بقى على الدقيق بتاعي، بابتدي بقى إن أنا إيه، أقلّب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه، أهم حاجة مش باعجن، أنا بس باقلّب كلّه مع بعضه، علشان طبعًا ما تعمليش عرق في العجينة بتاعتِك ويبتدي البودفور معاكِ يطلع ناشف مش ناعم. بنقلّب بس كده بالراحة. وتاني يا جماعة البودفور مش بيتحط له baking powder، لو حطيتِ baking powder هيفرش معاكِ في الفرن. باخد هنا نُص العجينة بتاعتي واحط لها معلقة كده من الكاكاو الخام. علشان طبعًا الكاكاو الخام بيكون تقيل شوية، فأنا زوّدت كمان معلقتين صغيّرين من السمنة، وهاقلّب بقى الكاكاو كويس جدًا مع العجينة بتاعتي. على فكرة العجينة دي تنفع معاكِ بالمكنة، مكنة البوتفور، وتنفع معاكِ بالكيس. لو أنتِ حابة تشتغلي بالمكنة، العجينة دي هتكون معاكِ ممتازة. حابة تشتغلي بالكيس الحلواني، ما فيش أي مشكلة. بُصّوا أنا هاشتغل هنا بالكيس الحلواني. اشتغلت هنا حطيت البلبلة بتاعتي اللي هي بتاعة البوتفور، وابتديت بقى إن أنا إيه، أشكِّل بقى البوتفور بتاعي. بُصّوا بينزل سهل جدًا من الكيس، ما فيهوش أي صعوبة، إن شاء الله ينجح معاكِ من أول مرّة، مش زي بقى البوتفور الزبدة، لو ما ضربتيش الزبدة كويس وخلّيتيها هشة معاكِ لا يمكن ينزل من الكيس وهيوجع إيدِك جدًا، لأ ده بقى هتعمليه في الخلاط وهينزل معاكِ ساهل وبسيط وفي ثواني هتكوني مخلّصاه. بُصّوا دي تشكيلة شكل أنا عملته في الأول وده شكل تاني، اللي هو يعني بتهزّي إيدِك كده لفوق كده وأنتِ بتنزّلي البودفورة بتاعتِك، بتدّي معاكِ الشكل الحلو ده. بُصّوا إن شاء الله تعملوه بأسهل طريقة هتخلّصوا أحلى كمية، ولو عايزين تعملوا الكيلو يعني ضاعفوا بقى المقادير بتاعتكم، إن شاء الله تعملوا أحلى بودفور سهل وبسيط واقتصادي وفي ثواني هتكوني عاملاه، وعايزة أقول لكم النتيجة بتاعته فوق الروعة. بس بقى أنا باخلّص كل الكمية بتاعتي وبارجع أحط هنا العجينة اللي هي بالشوكولاتة، وأعمل نفس الخطوات بتاعتي، هياخدوا معايا ما شاء الله كمية حلوة أوي وموفّر وزي ما قُلت لكم بنُص كيلو بس من الدقيق، تقدري إن أنتِ تضاعفي الكمية علشان بجد هيعجبِك أوي. باخلّص بقى كل البودافور بتاعي، بيدخل على فرن يكون ساخن، أهم حاجة يكون البودافور قصدي الفرن سخن معاكِ علشان ما يدخلش السمنة تسيح منِّك وبعد كده البودافور ينشف معاكِ ويبقى زي الحطب. لازم يدخل على الفرن سخن، تحطيه في الرف الوسطاني، تشغّلي من تحت، لو لسه ما أخدش لون معاكِ بتشغّلي له الشواية شوية، مش بياخد وقت طويل خالص في الفرن على فكرة علشان خاطر برضه ما ينشفش معاكِ. بُصّوا اللون التحفة اللي هو واخده، عايزة أقول لكم يعني أحلى مليون مرّة من بودافور الزبدة، بصراحة طعمه رهيب. أنا بصراحة لمّا جرّبته ما كنتش مصدقة النعومة بتاعته. بُصّوا ما شاء الله من تحت ومن فوق عامل إزاي، خدي بالِك من التسوية زي ما قُلت لِك، علشان خاطر ما ينشفش معاكِ. لازم التسوية بتاعته تبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لو زوّدت عليه التسوية هيبقى ناشف. خلّصت بقى كل الكمية بتاعتي وسِبتها لمّا تبرد شوية. بعد بقى كده هنحشي بقى، حابة تحشيه مربى، حابة تحشيه شوكولاتة، جناش، أي حاجة اللي متوفر عندِك اعمليه. بس بصراحة أنا أحلى حشوة باحبها هي المربى، بس ما كانتش متوفرة عندي، حشيت هنا بجناش اللي هو إيه، جناش شوكولاتة. ابتديت بقى إن أنا أحشي كده زي ما أنتم شايفين، أو النوتيلا اللي هي النوتيلا بديل النوتيلا، أي حاجة متوفرة عندِك. المهم إيه، نحشيه بالشكل ده، وبعد كده بقى تزينيه بالتزيين اللي أنتِ حاباه. أنا حابة النهارده إن أنا أزينه بشوكولاتات بس، يعني مش هاحط بقى مكسرات ولا حاجة، حابة بس إن أنا أزينه بالشوكولاتة.
حابة أنتِ بقى تعملي مكسرات وحاجات من دي براحتك بقى، التزيين ده بقى اللي يريحِك يعني، المهم إن أنتِ عملتِ العجينة وسويتيه كويس، خلاص بقى بعد كده التزيين ده براحتك. بُصّوا بقى أنا زيّنت كده نُص بودفراية، وبعد كده إيه حطيت اللي هي البودفراية كاملة كده، وبانفّضها كويس جدًا من الشوكولاتة علشان أنزّل الشوكولاتة الزيادة، سواء في الشوكولاتة الغامقة أو الشوكولاتة البيضا. بس كده، حابة بقى تحطي بقى مكسرات على الوش براحتك. بصوا الجمال، والله يا جماعة رهيب، ناعم من هنا للسنة الجاية، بيدوب في البق كده ما تحسيش ان انتي كلت حاجة، بجد بيدوب كده وانتي بتاكليه. مش عايزة احلف لكم كتير، انا عايزاكم تجربوه علشان بجد هتعجبكم الوصفة بتاعتنا، عشان كتير منكم قلتولي لما عملته بالزبدة وقلتولي احنا عايزينه بالسمنة. انا عملت لكم اهو بالسمنة، وان شاء الله هيعجبكم من اول مرة. بُصّوا بقى أنا عملت هنا بعد ما حطيت الشوكولاتة بتاعتي، جبت الشوكولاتة اللي هي الغامقة دي حطيت عليها حاجة بسيطة كده بالشوكة من الشوكولاتة البيضا، ونفس الكلام في الشوكولاتة البيضا، يعني اديتها شكل كده بس بسيط من فوق. بصوا الجمال قلبه من جوه عامل ازاي، رهيب يا جماعة. هافتح لكم واحدة دلوقتي وقد ايه ان هو بيدوب كده حرفيًا وانتِ ماسكاه، مش مستحمل أصلًا ان انتِ بُصّي تضغطي عليه كده، بيدوب معاكِ. جربوه بنفس المقادير دي، عايزاكم تضاعفوا الكمية علشان هيعجبكم أوي. قولي رأيكم في الفيديو بتاعنا النهارده، ولو عجبكم يا حبايبي ما تبخلوش عليا إنكم تشيروه مع أصحابكم علشان هيدعوا لكم دعوة حلوة عليه، واعملوا لايك للفيديو وشير مع أصحابكم، وأشوفكم على خير، مع السلامة.